طولي بالك. لا تقولوا لي هاي الملوخية من ايدين ندوشة غير شكل. صحة وعافية. على قلبي. بدها عصرة ليمون، كتير ليمون. يا عيني ويا سلام. هاي الأكلة ندوشة أنا ما بطبخها لأنه بحبها من تحت إيديكي. صحة وعافية. مو بس انت، الكل بيقولوا لي انه نفسي طيب على الاكل. اي والله الله يخلي لنا اياكي. الله يرضى عنك. شو عملتي ماما للملوخية؟ عندي هون ملوخية ناشفة، غسلتها وعصرتها مليح. تحط قطع الدجاج. ماما بتحبيها بالدجاج ولا لحمة أكثر؟ انا من جهتي بحبها باللحم. بننزل المي السخنة وبنتركهم ليشتوا. ماما رح أسألك سؤال، صحت لك سفرة لمحل كتير بتحبيه ومسموح تاخدي شخص واحد، مين بتاخدي؟ باخد شزع بنتي الكبيرة. العزلة الرز يا أختي. لأنه هي بتهنيني وبتدير بالها علي كتير، بحسها إنه مثل أختي. على طول بنعطي مهمة تقشير الثوم وتقطيعه لمروة، لمروشة. يعني مدللة. ايه الشيف شو بحب، يعني بحب ريحة الثوم والبصل. الملوخية بتحب الثوم كتير، كل ما كترتي لها ثوم بتطلع أفيد. دللوها بالثوم. وأكيد أكلتنا بدها كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة. رح أقلي الملوخية بالسمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نسمع هاي الطشة، نقليها هيك على دفعات. كل ما قليت شوي بحطهم هيك على جنب. هلا هيك أخذت نكهة السمنة، شايفين كيف تفرفتت معنا الملوخية. برجع بشيل الملوخية. الله على الروايح الطيبة ما شاء الله. رح أقلي الثوم، شوية كزبرة ناشفة، كزبرة خضراء. رجع الملوخية. كل ما احتاجنا من مرقة الدجاج بنضيف شوي، بس نحن بنحبها ناشفة. هلا في ناس لا، يعني بيكون فيها مرقة أكثر. يعني هي كمان بتتاكل بالخبزة. هلا بضيف قطع دجاج، أنا بحب أضيفها هيك قطع كاملة. حطيت هلا التقلاية. هلا بدي أضيف الليمون. وأنا هون فلفلت الرز وجهزت الخضرة. ما شاء الله. هلا بضيف قطع دجاج، بندللها بالصنوبر. أكلة ملوكية مثل ما قالت مروشة. ما تقاوم. بحب حدان الفلفل الحار. أيوة نسيت عصرة الليمون والله. أدوق بالخبزة. شوفوا تقبشيني شو طيبة. جربوها على طريقتي إن شاء الله بتعجبكم. صحة وعافية.